بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحيح أن هذه التجمعات لن تحرر القدس ولن تحرر فلسطين، ولكنها كفيلة بأن تحرر الأفكار من الجمود الذي ينتشر في إعلامنا وفي وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يحبط هذه القوى التي تقف ضد الكيان الصهيوني. ويجب أن تحول الرسالة من الكيان الصهيوني إلى بعض الأنظمة وبعض التوجهات التي صرفت الملايين لقمع الشعوب وصرفت المليارات لإحباط رغبات الشعوب في التحرر. فعندما حاكت الشعوب الحريات وبدأت تنتفض من أجل كرامتها، قمعوا بالمليارات وبالدبابات وبكل وسائل الإعلام وبالمنابر، منابر المساجد والمنابر الإسلامية. وكل هذا لماذا؟ لو وجهت المليارات هذه لتحرير فلسطين، ولو وجهت هذه المنابر للدفاع عن القدس، ولو وجهت هذه الدبابات ولو على بعد مئات الكيلومترات من فلسطين، لارتعدت الكيانات الصهيونية جمعاء، بل أمريكا جمعاء. لكن الخطاب لا بد، والبوصلة لا بد أن توجه إلى من يثبط الشعوب العربية ومن يحارب الشعوب العربية. اعتبروا يا أخي، اعتبر الكيان الصهيوني أحد الأنظمة الإسلامية التي تحاربها، واعتبر الكيان الصهيوني شعوب تحارب الحرية، واعتبر الكيان الصهيوني القاهرة وتونس واليمن والسودان والكويت. اعتبروا هذه الكيانات عربا مثلكم وحاربوها. أنتم لا تحاربون إلا عربا، أنتم لا تحاربون إلا مسلمين، أنتم لا تحاربون إلا أنفسنا. القضية أخذها القومجية فأخذوا بها من أسوأ إلى أسوأ إلى أسفل، خسارة فخسارة فخسارة. فلسطين التي كانت هل كبرها بدأت تصغر إلى أن اختفت من على وجه الخريطة. لماذا؟ لأنهم قومجوا القضية، لا يريدون أن تكون القضية إسلامية، لا يريدون أن يكون للمسلمين مكانا في هذه فلسطين وفي هذا المكان. قومجتوا العرب، قومجتوا القضية الفلسطينية، وهذه هي النتيجة. ولن يتركوا لكم مجالا للدفاع عن أرض فلسطين ولا عن القدس. اليوم الإعلام يحارب، والدول تحارب، وصهاينة العرب تحارب، والأمم المتحدة تحارب. وعندما نتحدث عن الكفاح المسلح، العموم يطأطئ رأسه ويقول نلتزم بالقرارات الدولية. التزمنا بالقرارات الدولية ولن يحدث شيئا. هذا المنبر فعلا لن يحرر القدس، لكن سيحرر أفكارنا من السموم التي تبث يوميا وشهريا وسنويا في إعلامنا، الذي نسأل الله أن ينتشل من هذه المستنقعات التي وقع فيها. مشكورين، يعطيكم العافية.